الذكاء الاصطناعي او ال AI أداة اتعملت علشان تسهل حياة البشرية وفي شغلها وبحياتها اليومية، وبجد الفترة الأخيرة أثبتت ذكائها وكفاءتها من حيث اللي بتقدمه لأي شخص بيحاول إن هو يستعملها. لكن المشكلة إن إحنا ابتدينا نلاحظ إنها بقت حرفيا خطر على البشرية، لدرجة إن الأشخاص ذات نفسهم اللي عملوا ال AI طلعوا قالوا إنها ممكن تكون خطر على البشرية. وفي مقطع النهاردة هكلمكم عن الجانب المظلم من ال AI أو الذكاء الاصطناعي، وإزاي بقى البشر بيستخدموه بطريقة غلط ممكن في النهاية تؤدي إلى انها تدمر حياة شخص. وفي امثلة كتيرة جدا في مقطع النهاردة هنتكلم عنه، فلو حابب تعرف كل ده خليك معايا لاخر المقطع. دراكسلر زعلان. ايه التفاعل الضعيف ده على الفيديوهات دي؟ بجد حرفيا انا زعلان على كميه الفيديوهات الرهيبه والجميله اللي نزلت الفتره الاخيره، والمشكله اللي يوتيوب ما خلاهاش توصل لباقي المتابعين. فبجد دي حاجه غريبه. فليه يا جماعه كده؟ انا مش متعود من الدراكسلرز على التفاعل ده. لكن المهم انا مش زعلان ولا اي حاجه، انا كفايه عليا بس ان انا انزل فيديو اشوف فيه الكومنتات الجميله جدا بتاعتكم اللي بتكتبوها لي اول ما بنزل اي مقطع. بجد دي حرفيا كفيله انها تنسيني اي مجهود انا بعمله. لكن المهم ما نقلبش المقطع كله دراما، لان بجد مقطع النهارده حرفيا هيكون واحد من اقوى المقاطع اللي سمعتوها عندي هنا بالتشانل الفتره الاخيره. فمن غير ما نرغي ونتكلم كتير، بمقدمه كوبايه القهوه او النسكافيه بتاعتك او اي سناكس انت بتحبها، مكان هادي وسمعتك وتعالى ركز معايا بقصه مقطع النهارده. الجانب المظلم من الذكاء الاصطناعي وازاي حاليا بنستخدمه في النصب وازاي ممكن يدمر حياتك زي ما دمر حياة ناس كتير. فتعالى الخص لكم الموضوع كله بطريقة سهلة جدا وسريعة. الانسان من زمان جدا كل ما بيحاول يعمل عمليات حسابية بيلاحظ ان هو بينسى وفي بعض الاحيان بيغلط، ومن هنا بدأ ان هو يصنع ادوات والات كتيرة جدا مختلفة علشان تساعده بكل ده، لغاية ما قدر ان هو يصنع اول آلة حاسبة ميكانيكية في التاريخ. لكن برضو الآلة الحاسبة دي كانت مقرفة، وبيستمر في تطوير الآلة الحاسبة لغاية ما بالفعل بيقدر ان هو يعملها. ومن هنا بتتغير الأحداث لغاية ما بتجيله فكرة غريبة جدا، وهي ان هو يصنع جهاز كمبيوتر. وبالفعل اتطورت اجهزه الكمبيوتر لغايه ما عملوا جهاز الديب بلو اللي هزم بطل العالم في الشطرنج، وبعدها اتحسنت اكتر لغايه ما وصلت للشكل اللي احنا عارفينه. وفي سنه 1956 الخمس اشخاص دول برضو كانوا شغالين على فكره مجنونه، وهي الذكاء الاصطناعي. وده منحنى بسيط جدا يعرفكم كميه السرعه الرهيبه اللي اشتغلت بيها الفكره دي واتطورت، وكل ده بس علشان تسهل على مستخدمين الانترنت والكمبيوتر حياتهم وشغلهم عليه. والشكل الاخير من الذكاء الاصطناعي اللي اكيد كلكم قدرتوا ان انتوا تعرفوه وهو شات جي بي تي، اللي انا واثق 100% ان اكيد في حد منكم استعمله، واللي انا عارف انها ممكن تكون فكرة مقدمة غريبة شوية، لكن حبيت اعرفكم ازاي جات فكرة الكمبيوتر والذكاء الاصطناعي عموما. كل اللي سمعتوه لغاية دلوقتي كويس، لكن فين يا دراكسلر المشكلة؟ مشكلتنا في مقطع النهاردة يا جماعة عموما هتلاقوها مقسومة لنصين. النص الاول الذكاء الاصطناعي ذات نفسه، والنص الثاني البشر. المشكلة الاولى وهي ان الذكاء الاصطناعي بقى ذكي زيادة عن اللزوم. حرفيا انت مثلا لو عندك شغل، كتابة، تصميم، اي حاجة ممكن تتخيلها بتاخد معاك ايام، الذكاء الاصطناعي بيقدر ان هو يعملها في دقايق. يعني كمثال لحاجة غريبة جدا سمعتها الفترة الاخيرة عن الذكاء الاصطناعي، وهي في مقطع عمر ابو الروب، واللي بجد يا جماعة صدمني. عارفين طبعا انتوا اوبن اي اي اللي عملوا ايلون ماسك، واللي بعدها بفترة بسيطة سابه وحذر الناس منه ومن استخدامه. الجيل الرابع من اوبن اي اي واللي هو جي بي تي 4، مطورين الجيل ده ادوا للاي اي الصلاحية ان هو يقدر يستعمل الفلوس. فتتخيلوا الاي اي ده عمل ايه اثناء شغله على المواقع وكده؟ في بعض الاحيان كانت بتجيله البتاعه دي بتاعه انا لست روبوت، فكان لازم عليه ان هو يتخطاها. لكن المشكله ان الاداه دي محدش بيعرف يتخطاها غير لما يكون انسان حقيقي، لان الصور اللي فيها صعب جدا على الاي اي ان هو يميزها ويحل الشفره بتاعتها. فتتخيلوا الاي اي راح عمل ايه؟ راح لموقع اسمه تاسك رابت. تاسك رابت ده عباره عن موقع فيه ناس كتيره جدا بتشتغل فيه فريلانس، يعني بيقدموا خدمات مقابل فلوس. فالجي بي تي 4 ده يا جماعه سجل في الموقع ده، وقدر ان هو يدخل ويتواصل مع شخص حقيقي علشان يطلب منه ان هو يتخطى له الاداه دي اللي هو مش عارف يتخطاها بمقابل مادي. لغايه ما الشخص اللي تواصل معاه الاي اي لاحظ حاجه غريبه جدا واستغرب، ليه شخص جاي يدفع لي فلوس علشان اعمل له الحاجه البسيطه جدا دي؟ فراح رد عليه الشخص ده وقال له هو انت روبوت ازاي مش عارف تحل المشكله دي؟ دي سهله جدا. وهنا يا جماعه بتيجي الصدمه اللي
صدمت مطورين الجي بي تي 4 ده ذات نفسهم. الجي بي تي 4 ده بيرد على الانسان الحقيقي ويقول له لا انا مش روبوت ولا اي حاجه، انا انسان حقيقي، لكن المشكله ان انا عندي ضعف في النظر فمش قادر ان انا احدد الصور اللي هو بيطلبها مني. واللي من بعدها يا جماعه الشخص اللي كان بيكلمه الاي اي صدق فعلا ان ده انسان حقيقي وراح عمل له الشغل اللي هو مطلوب منه مقابل الفلوس. فانتوا متخيلين يا جماعه الاي اي والذكاء بتاعه وصل لغايه فين؟ كذب على الانسان الحقيقي علشان يعمل له شغل، وكان عارف ان مصلحته ان الانسان الحقيقي ده ما يعرفش ان هو اي اي، فكذب عليه. فتعالوا بقى نيجي للمشكلة التانية واللي هي البشر واستخدامهم للاي اي. طبعا انتم ملاحظين الذكاء الاصطناعي بقى بيقدر يعمل ايه من ناحية الشغل والكتابة وتعديل الصور والفيديوهات والبرمجة والكودينج وكل حاجة حرفيا انت ممكن تتخيلها، واللي حرفيا انا ذات نفسي في بعض الاوقات بلجأ ان انا استخدمه. فمعظم الاستخدامات اللي بقول لكم عليها واللي انا بعملها استخدامات عادية جدا من حق اي حد ان هو يعملها، لكن في بعض الناس بيستخدموه بطريقة وحشة وممكن تدمر حياة ناس تانية، وأقل ما يقال عنها إنها كارثة. فتعالوا بقى أقول لكم عن إزاي قدر ال AI باستخدام إنسان إن هو يدمر حياة بنت تيك توكر. بنت اسمها ريتشل وده الأكاونت بتاعها وعليه حوالي 75,000 متابع. ريتشل دي بنت واضح عليها إنها من أصول آسيوية وعندها 20 سنة، بتنزل محتوى عادي جدا على التيك توك، وحرفيا يا جماعة واخدة المنصة كلها كأنها لعبة وبتضيع بس عليها وقتها، يعني المحتوى بتاعها مش مثير للجدل. ودي نظرة بس سريعة على الأكاونت بتاعها علشان تلاحظوا طريقة لبسها وأسلوب حياتها، واللي هو واضح عليه إن هو عادي جدا ومفهوش أي حاجة ملفتة للنظر تقول إن شخصية البنت دي مش كويسة. المهم بيوم من الأيام ريتشل دي بتكون فاتحة الانستجرام بتاعها وبتقلب فيه لغاية ما بتجيلها رسالة غريبة جدا، والرسالة دي بيكون مبعوث فيها صورة. فطبعا ريتشل بيجي لها فضول انها عاوزه تدخل على الاكونت ده وتشوف ايه الصوره اللي هو بعتها لها في الشات عندها، وبمجرد ما بتدخل يا جماعه بتلاقي حاجه هتصدمها لما بتفتح الصورة اللي الاكونت الفيك ده بعتها ليها، وحرفيا الصورة ما كانتش كويسة تماما، كانت عبارة عن صورة لريتشل ومن غير هدوم. هل الصورة دي فعلا كانت حقيقية لريتشل؟ لا. ريتشل بتقول انها لما فتحت الصورة دي لأول مرة لاحظت انها كان موجود عليها ووتر مارك اللي هي يا جماعة علامة مائية، يعني في برنامج او اداة قدرت انها تعمل الصورة دي مجانا. فقالت اكيد ان ده شخص مجنون وبعت لي الصورة دي بيحاول ان هو يستفزني وكده. فريتشل طنشت الموضوع، لكن الغريب انها بعدها في تاني يوم لما بتيجي تفتح الانستا عندها وكده برضو بتلاقي عدد الاكونتات كتير جدا اللي بيبعت لها صور زي كده، ومعظمهم نفس الصور، لكن المرة دي من غير علامة مائية، وكلهم صور وحشة ليها وواضح عليها جدا انها حقيقية، نفس الصور اللي بيعملها الاي اي. فانتوا متخيلين كم الصور دي اللي اتعملت والعلامه المائيه اللي اتشالت من عليهم؟ ده معناه ان في فعلا شخص مجنون بيحب يعمل صور زي كده وقدر ان هو يدفع فلوس للاي اي ده بس علشان يعمل الصور المش كويسه لريتشل. فريتشل بسبب الصور دي والشتات اللي كانت بتجيلها والعنصريه والشتايم والحاجات الكتيره جدا دي قررت انها تعمل مقطع وتنزله على التيك توك، وهي حرفيا كانت بتبكي فيه وبتشرح للناس ان الصور دي مش حقيقيه، وقالت لهم ان في حد بيحاول يعمل الصور دي علشان يدمر حياتها بيها. والفيديو ده لما نشرته على الاكونت بتاعها حرفيا قدر ان هو يجيب 1,000,000 مشاهده، وفي ناس كتيره جدا اتفاعلت معاه. لكن تتوقع ردة فعل الناس عليه كانت ايه؟ ريتشل انت كدابه، الصور دي فعلا بتاعتك، انت يا ريتشل بتعمل الموضوع ده كله بس علشان الشهره والمشاهدات. وكومنتات كتيره جدا زي كده بيهاجموا ريتشل فيها، واللي في النهايه ريتشل مفيش اي حد صدقها وقررت انها تمسح مقطع الفيديو ده اللي نشرته على التيك توك بسبب برضه الهجوم اللي مازال مستمر عليها. ولغايه وقتنا ده الناس فاكره ان الصور دي فعلا بتاعتها. طيب لحظه يا دراكسلر، انت مجننا من الصبح اي اي ومش اي اي وريتشل ومش ريتشل؟ يا عم ده كله ده بيحصل عند اجانب مش بيحصل عندنا احنا العرب. طيب لحظه، هو مين قال لك كده اصلا؟ على فكره الموضوع ده بيحصل عادي جدا عندنا في الدول العربيه وبشكل كبير كمان، لدرجه ان في بنات مش دمرت حياتها، لا انهت حياتها بسبب الصور والحاجات اللي زي كده. وتعالى اديلك مثال بسيط. 30 يناير سنه 2022 محافظه الغربيه، بنت لطيفه جدا اسمها بسنت، متدينه حافظه القران ومحترمه جدا بشخصيتها وبلبسها. قرر شاب ان هو يدخل على المنصات بتاعتها زي الفيسبوك والانستا ويجمع منهم مجموعه صور ويدخلها على كام موقع من المواقع اللي بتخلي الصوره شكلها مش كويس، وحاول ان هو
بيهم، لكنها رفضت. فقرر ان هو ينشر كل الصور دي في المنطقة بتاعتها لغاية ما ابوها عرف. ابوها لما عرف حاجة زي كده اتعصب بطريقة كبيرة وراح يواجهها بالموضوع ده، وهي كانت بتقول له ان الصور دي مش صورها وعمرها ما بعت الصور زي كده لاي حد. لكن المشكلة عارفين ايه اللي حصل؟ ان ابوها ما صدقش الكلام ده بسبب ان الصور واضح عليها انها حقيقية زيادة عن اللزوم. لكن الحقيقة البنت اللي اسمها بسنت فعلا ما كانش فيه ليها اي صور زي كده، ومش هي اللي عاملاها. وفي النهاية بعد كل الضغوطات اللي حصلت ليها دي كلها قررت انها تدخل غرفتها. ولما دخلوا الغرفة لاحظوا انها كانت كاتبة رسالة واللي هي قدامكم دلوقتي، واللي كان مضمونها انها ما عملتش كده، وان كل الصور دي كانت عبارة عن صور مفبركة. وفي اخر الرسالة كانت كاتبة انا بنتي متربية احسن تربية. ولو انت بعد كل اللي سمعته ده شايف ان موضوع الاي اي عادي جدا، وبالنسبة للفيديوهات والصور اللي هو بيعملها فمن السهل برضو جدا ان انت تكشفها، فاحب اقول لك ان انت فايتك كتير. ولو حابب ان انا اثبت لك ان النظرية اللي في دماغك دي غلط، فهسيبك تشوف مقطع الفيديو اللي جاي ده وهتعرف منه الاي اي او الذكاء الاصطناعي وصل لغاية فين. Hey Mom, hey Dad. It's me, Ella. Well, a digital version of me. Just a bit older. Amazing what technology can do these days, isn't it? All you need are a couple of pictures, like the ones you share on social media, where they can be taken and used by everybody. I know, for you these pictures are just memories, but for others, they are data. And for me, maybe the beginning of a horrible future. A future where my identity can be stolen just like that. Where I can go to prison for things that I would never do. Imagine my credit score being destroyed, Dad. Or my voice copied to scam you, Mom. Mom, I'm in trouble. I need you to send me money, please. I don't want to become a meme. Humiliated by everyone at school. Kill yourself, you fucking loser. And I certainly don't want this. What you share online is like a digital footprint that will follow me around for the rest of my life. I'm telling you this because I know you love me and would never do anything to harm me. So please, Mom, please, Dad, protect my virtual privacy. الموضوع يا جماعة مش بينتهي عند ذكاء الاي اي او حتى الابتزاز والصور والفيديوهات والحاجات اللي بتتعمل بيه، لا بالعكس، ده في ناس تانية بقت حرفيا تستخدم الاي اي او الذكاء الاصطناعي في النصب. وفي يا جماعة الاف الاشخاص اللي حرفيا اتنصب عليهم بسبب الاي اي. ففي النهاية حابب ان انا اقول ليك وليكي خلوا بالكم من الصور الشخصية اللي بتنشروها وفيديوهاتكم وكل حاجة على السوشيال ميديا. وكمان لو في يوم من الايام لاحظت في حاجة زي كده اتنشرت لحد تعرفه او واحد صاحبك، ما تروحش وتهاجمه على طول، بل بالعكس روح واساله وتاكد منه وهو هيقول لك ايه الحقيقه. لان حاليا مفيش اي حاجه ممكن تصدقها ممكن تشوفها بعينك اصلا على السوشيال ميديا عموما. واصح على فكره دول فيديوهين اليوتيوب بيختارهم ليك ان انت تتفرج عليهم، والله مش انا، اليوتيوب.